اللي مصحيك لدلوك يا طه؟ عندي امتحان كمان كام ساعة. انت ايه اللي مصحيك دروك؟ واللي يشتغل شغلانتنا يا ابني ينام 4 ساعات على بعض. بقول لك يا طه، بما ان تخصصك علم النفس، وعلم النفس هو دراسة سلوك الانسان، كنت عايزك تحلل لي شخصية انسان معين كده. لو مجرم اتهمك بجريمته، ده معناته ايه؟ فيها زين، انا بدرس علم نفس مش علم فوازير. وضح كلامك يا اخي. انا اسف ان اتكلمت معاك على انك دكتور، هكلمك على انك حمار. لو مجرم اتهم الضابط اللي هو بيحقق معاه، اللي هو انا، ان انا اللي قتلت، ده معناته ايه؟ ده معناته حاجة من الاتنين، يا اما الراجل ده ماسك عليك حاجة، يا اما حس انه دخل المصيدة برجليه، ودي بنسميها حيلة من حيل الدفاع اللاشعورية، عن طريق انكار الحقيقة من خلال اطلاق اعترافات كاذبة غير متوقعة. يعني تبقى قاعد بتحقق معاه ويقول لك انت اللي قتلت هذه. الله اكبر عليك يا طه. وربنا لو قاعد مع الدكتور احمد عكاشه ما يقول الكلمتين دول. طب انا سيبك تكمل مذاكرتك، تصبحوا على خير. طيب ايه، مش هتجبضني وانا شغال تبرع للهلال الاحمر ولا ايه؟ يعني ايه تاخدي قرار سفرك من غير اذن جوزك؟ يعني ايه تسيبي له البيت وتمشي؟ يعني ايه ما ترديش على مكالماته؟ يعني ايه ما تساليش على بنتك ولو بمكالمه؟ هو ايه يا بابي اللي يعني ايه يعني ايه يعني ايه؟ يعني ايه هو اصلا يخيرني بينه وبين السفريه؟ حضرتك يرضيك كده؟ الهبل والعبط اللي انت بتقوليه ده طبعا يرضيني، وبعدين هو ما عملش اي حاجه. انا مش فاهمه ليه حضرتك دايما واقف في صفه. عشان هو الصح وانت الغلط. يا سلام، يعني انت عايز ان هو يمشي كلمته عليها ويقهرها؟ لا، انا عايز اراعي الاصول. يا سلام، واللي عمله ده اصول؟ هو ما عملش حاجه اصلا، اللي عمل كل ده انت وبنتك. انا عملت حاجه؟ طبعا كدبت عليا وقلت لي انها زعلانه كده يومين وجايه تهدي اعصابها هنا. ما هو ده اللي حصل. لا، مش هو ده اللي حصل، ولو في حد من حقه ان هو يزعل فهو جوزها. على فكره هو اللي اوفر قوي ودايما بيكبر المواضيع زياده عن اللزوم. انت عايز راجل خرنج لا يسالك انت رايحه فين ولا جايه منين؟ يا ريت يكون كده. لا يا فاتن، لازم تعقلي وتعقلي بنتك، لانها ما بقتش بالمنظر ده غير من ورا نصايحك اللي بتودي في 60 داهيه. انا نصايحي تودي في داهيه يا صلاح؟ وفي 60 داهيه كمان، وقريب قوي هتودي بنتك للمأذون علشان تطلق. يا بنت استهدي بالله واتكلمي مع جوزك علشان خاطر بنتك، حتى على الاقل راعي ربنا فيه، لانك لو خسرتي الراجل ده هتفضلي ندمانه عليه العمر كله، وساعتها لا انا ولا امك هننفعك. انت علاقتك بالقتيلة كانت عاملة ازاي؟ كيف اي علاقه بين صاحب البيت والشغاله؟ اعملي قهوه يا مريم، اغسلي دول يا مريم، خدي دول عشانك يا مريم. بس كده؟ بس كده، لا اكتر ولا اقل. يعني انت ما حاولتش تراودها عن نفسها قبل كده؟ كيف يا باشا؟ انا هبص لشغاله؟ رد على قد السؤال. ولا عمري بصيت لها. ومن التحريات اللي بتقول ان انت حاولت تعتدي عليها قبل كده. تفتكر يا باشا انا لو عايز منها حاجه هتقول لها؟ انا ب50 جنيه هعمل معاها اللي انا عاوزه. قلت لك رد على قد السؤال. التحريات دي كلها كذب في كذب عشان اريح سعادتك. اللي عمل التحريات دي كلها اكتر واحد بيكرهني وبيحقد علي. اللي هو مين ده بقى؟ زين صالح الجناوي، معاون المباحث. كل التحريات يا فندم فيها ترابط بموكلي النقيب زين القناوي، واخد الموضوع بشكل شخصي وبيحاول يلصقه بموكلي بشكل غير طبيعي، وحضرتك شفت ده بعينك من خلال متابعته الغير طبيعيه للموضوع. وزين هيعمل كده ليه؟ مشاكل عائليه قديمه واسباب تانية محدش يعلمها غير الله. هي مشيت من عندكم ليه؟ سرقت 5 غوايش دهب من عند امي. وعملتوا محضر؟ ما رضيناش نبهدلها. هي قبل ما تمشي من عندكم كانت حامل؟ لا، هي كانت متجوزة؟ على حسب معلوماتي لا. ولا ليها علاقة مع حد؟
العلم عند الله. بس هي ما كانتش بنت تمام. يعني ايه مش تمام؟ يعني كانت بنت ملعبة كده، تلاقيها اتلمت على واد من هنا ولا من هنا، كلب عجلها حلاوة وحملت منه. السلام عليكم، كيفك يا شيخ ياسين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا منصور يا ولدي. الحمد لله احنا بخير طول ما انتم بخير. عمر يا ولدي. لا ولا حاجة، أنا كنت جاي أطمن عليك وأشوفك لو محتاج حاجة. ولو احتجتوا أي شيء البيت مفتوح في أي وقت. أيوة عمر يا ولدي. لا شكرا يا شيخنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك مش فاكر مين من دفعتنا في مباحث التليفونات؟ مباحث التليفونات؟ فؤاد البغدادي. معاك رقمه؟ اه بس ليه، في حاجة ولا ايه؟ لا ما فيش، في رقم بيعاكس نادي يختي على الواتساب. بالله عليك كلمه، عايز اعرف بنات الرقم ده. نجيب اهو. الو يا فوقش يا ابن المحظوظة. وانت اكتر والله حبيبي. بقول لك ايه، انا في قنا دلوقتي وقاعد مع حبيبك زين القناوي، كان عايز منك خدمة كده. اهو خد معاك اهو. فؤاد بيه، الله يحرق ايامك يا جدع. اخبارك يا جدع انت؟ وحشني. انا بنزل من وقت للتاني. ما انت عارف حماية وحماتي في القاهرة عندك. ان شاء الله لو نزلت قريب اشوفك باذن الله. ما يأمرش عليك ظالم. الرقم بيعكس اختي على الواتساب، بس كنت عايز اعرف بياناته. هبعته لك في رسالة، حاضر. بالله عليك ما تنسى في الموضوع ده عشان معكنن على اخوك جو. انت عارف احنا صعيدة الكلام ده ما ينفعش عندنا. الله يحفظك يا باشا. ماشي، في رعاية الله. اتفضل. ابعت لي بقى الرقم وانا ابعته له على طول. لا ابعت لي انت رقم فؤاد، عشان الرقم اللي بيعكس معايا في البيت. جرب يا ولد.